لاباس الموسم الثالث، اما حسوا مختلف على المواسم اللي فاتت. لاباس تبدلت برشا حاجات في تونس في الاعلام. قبل كنا نبداو دشنا الاخبار، اليوم ولينا نبداو الاخبار فجره. اختلفت الامور. المواطن تبدل، تونسي تقلب، بني ادم ولا يطلع للشعامبي والحلوف ولا يصرف النصر. هذه هي تونس. احنا ما نخبيو عليكم شيء، نحكي لكم اموري الشخصيه. انا وليت مهدد بالقتل. انا تمنيت عارفي كيما ابو عياض حطني على راس قائمه الاغتيالات، على الاقل في الشهر يحطني لول، ما فماش حتى مشكل. اون بلوس نحب نوجه تحيه، لحظه تصفيقه كبيره للامن من الداخليه اللي يحمي فيا، نحب تصفيقه كبيره عليه. وليت عندي علاقه خاصه به على الاخر. هو عاون امن نشيط، كل يوم معايا، كل يوم يخدم معايا ويتبع فيا باش يحميني. يحبني اما حاسس من داخل انه ما ينجم ياخذ عطله الا كي نموت انا. طلعت برشا اشاعات زاده في الكواليس، معناتها احنا مرتاحين والنباره تخدم. قالوا سامي الفهري وقف لاباس، وقف برنامج لاباس. باش نقولها لكم من الاخر، سامي الفهري ما ينجمش يتسبب في ايقاف برنامج لاباس، في حين انه برنامج لاباس ينجم يتسبب في ايقاف سامي الفهري. باهي. اشاعات اخرى قال لك سامي الفهري خرج من الحبس، وقال لك طرد نوفل، وقالوا من اين لك هذا؟ ما نبالغوش سامحوني، سامي الفهري يقول لي من اين لك هذا كيما هيفا وهبي تقول لي يزي من الميوعه، ما تجيش الحكايه. حتى في تونس تبدلت برشا حاجات. انا نحب نوجه تحيه لابراهيم القصاصي اللي خرج من نداء تونس وقال لك راجع باش نسوق اللواج. ابراهيم القصاصي ما تحقروهوش، راهو مهم برشا، وراهو في نداء تونس خلى بلاصه 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 بلاصه، يلا بلاصه بلاصه نداء تونس. نرجعوا للتهديد بالقتل. قالوا لنا انتم اعلاميين نقصوا شويه، تو انت مهدد بالقتل تستاهل، خاطر طويل لسانك قبيح. شوفوا الجوانب الايجابيه. مثلا سيد الرئيس موسف مرزوقي مشى لفرنسا، حتى حد ما حكي عليها من الاعلاميين، كانت زياره ايجابيه. سيد الرئيس مشى لفرنسا وقابل فرانسوا هولاند، وكانت ايجابيه ورشه الزياره. الفرنسيس فاقوا انه هولاند ماهوش اخيب رئيس في العالم، ظهر فما شكون اكثر. اغزروا زاد للشعب، الشعب كركار. مثلا دراسه طلعت قالت 5% من الشعب التونسي فقط يخدم على قاعده، 5%، والبقيه الكل كركاره. عرفتوهم شكون ال 5%؟ انصار الشريعه ذوك. نختو تفدليك، سنة عام صعيب، وربي قدرنا ان نعديو سيزون 3 تكون سيزون باهيه. سنة 2013 كان عام 3 مصايب شفنا فيه. المصيبه الاولى اغتيال شكري بالعيد. المصيبه الثانيه محمد البراهمي الله يرحمه قتلوه. والمصيبه الثالثه البحري جلاسي مازال حي. تتفرجوا على برنامج لاباس في سهرية السبت مع 9 متاع الليل على قناة التونسية.